الاهلي يخطف فوزا ثمينا على حرس الحدود بنتيجه 3-2. مباراه من اغرب ما يكون، بدايه من التشكيل اللي مش مفهوم. قلنا 100 مره يا جماعه مروان وديانج مع بعض مشكله كبيره جدا في نص الملعب، بتمنع تماما الابداع، بتلغيه تماما. كمان للاصرار على طاهر، يعني مش فاهم بصراحه لحد دلوقتي ما هو سر استمرار طاهر محمد طاهر كلاعب اساسي في النادي الاهلي. ده تفسيره عند الكابتن عماد لوحده. كابتن حسين الشحات والله انت لعيب كبير، يعني كابتن حسين انا شايف ان هو لعيب كبير جدا ومؤدى النهارده كويس، لكن فكره انه بيزودها قوي. يعني كابتن حسين ما بيعديش من واحد ويبص، لا لازم يعدي من الثاني وياخد الثالث وياخد الرابع. مش فاهم يا جماعه ليه ما بنلعبش السهل. ما بقى الكارثه الكبرى محمد هاني. يعني محمد هاني لعب ماتشين كويسين، سواء ماتش سيراميكا او الماتش انبي كان كويس مقبول. محمد هاني بدا يجيب، لا النهارده محمد هاني بيقدم مباراه كارثيه. مسؤول بشكل مباشر عن الهدف الاول بشكل صريح، مسؤول بشكل مباشر عن الانفراد اللي صده مصطفى شوبير واحنا متعادلين 2-2، يعني كانت ممكن النتيجه تتقلب. غير بقى المراوغه النكته، يعني النكته دي ما بسميهاش غير نكته يا جماعه. المراوغه دي اي عيل في ابتدائي عارف ان هو هيراوغ الناحيه دي. محمد هاني طبعا ما بتوقعش، والراجل بيعدي وبيشوط عادي جدا بمنتهى الاريحيه. اما الايجابيات بصراحه عجبني جدا النهارده، تريزيجيه ظهر بشكل كويس، جراديشار كمان النهارده كان كويس جدا، هدف عالمي من جراديشار، حاجه روعه جدا. كمان عجبني جدا جدا احمد رضا لما نزل عمل اسيست يا جماعه. هو ده يا جماعه اللاعب رقم 8 ودايما بالنادي 1-6 و1-8. كمان مروان عطيه ظهر بشكل كويس النهارده، استمرارا للمباراه اللي فاتت اللي قدم فيها اعظم مستوى. بالنسبه لي كانت احسن مباراه لمروان هي مباراه سيراميكا. النهارده كمان بيستمر وبيقدم بشكل كويس مقبول برده بشكل كبير. ياسر ابراهيم كمان النهارده قدم مباراه كبيره جدا. ياسر رجوله، اداء عالي جدا. ياسين مرع عجبني جدا جدا يا جماعه، كواليتي وامكانيات ووعي، يعني مش عارف الصراحه بيقعد دكه ازاي اللعيبه الثانيه، مع كامل احترام والله. كمان النهارده احمد عبد القادر 10/10 يا جماعه، لعيب مميز، نزل دقه تمريرات عاليه جدا، مراوغات، ابداعات، حاجه محترمه جدا. احمد عبد القادر لعيب كبير واتمنى ان النادي الاهلي يجدد معاه. اما محمد شريف فده مش محمد شريف خالص، ده يعني مش مهاجم يلعب في الدوري المصري يا جماعه، مع كامل احترامي اداء من اسوء ما يكون، ده طفل صغير. في النهايه فوز مهم جدا للنادي الاهلي، ان شاء الله هنعلق بشكل اكتر توضيحا وتفصيلا الفتره اللي جايه سواء على الاهلي او حتى على الزمالك. المباراه هتبدا دلوقتي. فما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناه، وما تنساش تقولنا في الكومنتات شايف فعلا مروان عطيه كان رجل المباراه ولا انت رايك كان في لاعب تاني.